أهلا وسهلا بيكم. النهاردة عندنا حكاية، وحكايتنا النهاردة حكاية تاريخية جاية من حوالي 2000 سنة، خصوصا سنة 37 ميلاديا لما اتولد طفل اسمه نيرون داخل إمبراطورية روما العظمى. طفل محب للغنى وللشعر والرسم. طفل كان الناس والشعب في الوقت ده عندهم أمل عظيم فيه إن هو هيغير الإمبراطورية العظمى ويخليها أعظم وأعظم. الطفل ده كبر لحد لما بقى عنده 17 سنة. حاكم الإمبراطورية في الوقت ده توفى، فكان هو دور عليه في إن هو يمسك حكم الإمبراطورية، وبالفعل بقى حاكم الإمبراطورية العظمى وهو عنده 17 سنة. في الأول نيرون كان مطيع، بيسمع كلام كبار الدولة من الشيوخ والمجالس والحلفاء، إلى أن بعد مرور بعض من الوقت أصبح نيرون حاكم نقدر نقول عليه نرجسي، شايف إن هو أعظم حاكم في الكون، وإن لا كلمة تعلو على كلمته، وإن هو فاهم في كل حاجة وبيعرف يعمل كل حاجة. الموضوع كان ماشي عادي، الناس كانت بتتضايق شوية من بعض من تصرفاته، بس كان الموضوع ماشي، إلى أن حصلت الكارثة الكبرى. سنة 64 ميلاديا حصل حريق روما العظمى. حريق استمر لأيام عديدة، كل البلد بالمعنى الحرفي، ما بقاش فيه حاجة سليمة في البلد. ساعتها نيرون قرر إن هو يفرض ضرائب على الشعب الغلبان، ضرائب كبيرة جدا، بحجة إن هو عايز يبني المدينة من أول وجديد. بس اللي حصل ما كانش كده. اللي حصل إن هو بعد ما فرض الضرائب وجمعها من الناس من الشعب، بنى قصر عملاق. الناس سمته بعد كده بالبيت الذهبي. القصر ده كانت حيطانه من ذهب وأرضيته من رخام، غير طبعا إن مساحات شاسعة من الحدائق وتماثيل عظيمة مرعبة لشخص نيرون نفسه. الحقيقة الناس في الوقت ده هاجت وماجت، الناس مش لاقية تاكل، مش لاقية تشرب، مش لاقية مكان تقعد فيه. والحاكم الإمبراطورية بتاعتهم بنى قصر ضخم من الذهب. الناس عملت ثورات في كل مكان، وكانت الدنيا مشعللة جدا. طبعا نيرون بما انه حاكم طاغي وما بيسمعش غير نفسه، فقرر ان هو يرسل لهم بعض من الجيش علشان يقتلوا هؤلاء الثوار. والحقيقة ان الثوار انتصروا على الجيش انتصار عظيم جدا، بس بما ان نيرون ما بيسمعش كلام غير نفسه، فكان بيقنع نفسه، بيقنع الحلفاء والناس اللي قاعدين معاه في القصر ان هو اللي كسبان، وان هو انتصر على هذه الثورات. إلى أن الثورات أصبحت تكبر وتكبر وتكبر، بقت من مدينة لمدينة لمدينة، لدرجة أن الجيش نفسه ما بقاش قادر عليها، وقرر أنه يتقلب على نيرون ويبقى مع الشعب، كذلك مجلس الشيوخ والحلفاء، وأصبح نيرون لوحده تماما. نيرون أصبح بلا حلفاء، بلا جيش، وكمان بقى مطلوب للعدالة، والناس بتطالب بإعدامه. هرب نيرون من القصر العظيم جدا وراح خارج حدود الإمبراطورية إلى بيت صغير في صحراء تقريبا، وعاش فيها فترة قليلة من الزمن، إلى أنه سمع أن الجيش جاي وراه وأن الناس طلبت أن هي تعدمه، فالحقيقة قتل نفسه. دي كانت قصة نيرون الحاكم الطاغي في إمبراطورية روما، اللي ما كانش بيسمع غير صوت نفسه، اللي كان بيكذب على نفسه طول الوقت وعلى الناس اللي حواليه، بيقولوا ان هو شخص بينتصر على بينتصر على الثوار، وان هو مفيش زيه، ولكن نهايته كانت نهاية مأساوية، وحيد مذلول، والناس بتكرهه. ما أشبه اليوم بالبارحة. أشوفكم على خير في قصة جديدة. سلام.